ما انت ماشي في مصر تلاقي اماكن حلوه طول ما انت ماشي. يعني احنا دخلنا شارع المعز، قعدنا نروح ونيجي فيه ونروح ونيجي فيه ولسه ما صورناش ربعه. واحنا هنا باب الخلق صورنا حاجات كتير جدا. احنا على شمالنا هنا مديريه امن القاهره، ثم دي محكمه جنوب القاهره، دي محكمه يا راضي اصحى معايا، قاعد تهزر انت. المحكمه ديت احنا عشنا فيها شبابنا وطفولتنا كلها. مبنى عريق وعظيم جدا، كان قصر بتاع احد الاغنياء زمان قوي، وكان ليه وكاله جنة بيحط فيها بيقعد فيها الشغالين بتوعه حاجات زي كده. وهنا المتحف الاسلامي اللي هو الاول سموه المتحف العربي. المتحف ده احنا كنا نجيه واحنا صغيرين كده لانه دي منطقتنا باب الخلق. عملوا له ملحق اللي هو الملحق اللي انتم شايفينه ده اتعمل سنه 2010 يعني. وده مبني الحقيقه معمول بشكل ممتاز بحيث انك ما تقدرش تفصله عن الجزء القديم اللي هو اتعمل سنه امتى 1903 حسب الاوراق يعني. لكن فكره المتحف موجوده من زمان، موجوده من ايام عمك الخديوي اسماعيل. خديوي اسماعيل فكر في الحكايه ديت في 1800 حاجه و60 63 حاجه زي كده، فكر نعمل متحف. وبعدين يعني مشيت الامور بس ما عملش حاجه، ما عرفش. جه بعد كده ابنه توفيق سنه 1880 بدا يعمل المتحف. في باشا اسمه فرانتز كان مهتم جدا بالعمليه دي، فراح جمع 111 قطعه وعمل مكان صغير كده في جامع الحاكم بامر الله، لانه كان القطعه دي موجوده في المسجد الحاكم، ولم حاجات وعمل حاجه صغيره كده. لغايه ما في عهد عمك احنا عندنا 2 عباس، في عباس جاي كنا بنستناه بنخوف بيه الحكام، وفي عباس لا بنحبه ولا حبنا واتقتل من بدري خالص اللي هو عباس الاول. عباس حلمي الثاني ده كان راجل كويس يعني ليه مواقف كويسه احنا نقدرها جدا. هو اللي عمل المتحف في عهده في سنه 1903، عمل متحف اللي هو ده يا راضي. تعالى بقى اعكس كده، ده اتعمل 1903، حطوا فيه بقى مقتنيات اسلاميه وافتتحوه في ديسمبر 1903 وتم الاعتناء بيه. فبقى ايه بقى في حاجات موجوده من الاندلس، من الصين، من الهند، من طبعا جزيره العرب، من مصر، من المغرب، من ايران، من كل الدول لموا شويه مقتنيات مهمه جدا. في حاجه تخص مملوك اسمه غبن او غبن، وفي سيف، وفي جلابيه سحريه كانوا بيلبسوها الحكام في الحروب عشان تحميهم وان كان ما حميتهمش ولا حاجه، لدرجه ان الجلابيه اللي هنشوفها دي عليها دم، اخر واحد لبسها اتقتل فيها. وفي حاجات مفتاح الكعبه مشرفه موجود، في جزء من كسوه مقام النبي الشريف، في جزء من هذه الكسوه زمان كانوا بيحطوا عليه كسوه وما زال بيحطوا عليه كسوه بس احنا ما بنعرفش تحط ازاي، ما حدش بيخش الاوضه. في حاجات كتير جدا، في سيف محمد الفاتح. محمد الفاتح ده اللي من ايام ما بدات الدوله الاسلاميه تمتد تتحرك بره بعد وفاه الرسول، وفي حديث للرسول بيقول اللي هيفتح القسطنطينيه خير امير وخير جيش. من ايام معاويه هيتجننوا ويفتحوا القسطنطينيه، ما حدش فتحها غير محمد الفاتح. سيفه موجود، سيف تومان باي موجود، حاجات كتير جدا هنشوفها في هذا المتحف الجميل اللي تأسس سنة 1903 وفي سنة 1950 سموه المتحف الإسلامي. قبل كده كان اسمه المتحف العربي، ثم في 1951 سمي بالمتحف الإسلامي. تعالوا نتفرج على حاجات هتعجبكم جدا.
بنتكلم ايه؟ المتحف لما بدأوا يأسسوه كنا بنتكلم في 111 قطعة. دلوقتي احنا بنتكلم في 100,000 قطعة. فعشان احكي لكم حكاية كل قطعة عايزين نقعد هنا مثلا حوالي 3 سنين. فإنما احنا هناخد لمحات عشان انت حضرتك بقى وحضرتك تيجي تتفرج. ده باب الخلق في وسط البلد يعني. وهو مكان يعني ممتع ومعمول بعناية شديدة جدا جدا. وبالنسبة للناس كبار السن ما فيهوش سلالم خالص، يعني هم سلمتين بنطلعهم دول بس. والمعرض كله، المتحف كله عبارة عن قاعة واحدة كبيرة جدا. لكن أجمل ما في الموضوع إنك أول ما تخش تلاقي باب مسجد الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي. ده باب المسجد بتاعه، هو من الضرفتين هم. فدي بداية عظيمة جدا إن هم يحطوا أول حاجة باب مسجد الإمام الشافعي. ده الباب لما اتبنى المسجد كان الباب بتاعه. شوف كانوا بيعملوا الشغل عامل ازاي. الباب تحس انه متبطن بالجلد، يعني تحس ان ده جلد من كتر الحلاوه. ثم اللي انت لما بتيجي يعملوا بيسموها ايه؟ الحاجه الاساس، واحد يحط حجر الاساس فيروح حاطط يافطه فدي يافطه بناء القلعه. كنت شرحت لحضرتك قبل كده ان صلاح الدين ايوبي جه وامر ببناء القلعه لكنه ما عاش فيها ولا دخلها ولا شافها. عم قرأوش قام بالواجب وبنى وعمله، وبعدين صلاح الدين طلع في الشام وسنه بعديها بشويه ما جاش القلعه. لكن ده نص الافتتاحي مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم. امر بعمله السيد الاجل الملك صلاح الدين والدنيا. وهنجيب لكم النص كله. دي الحجر الاساس بتاع القلعه. اما اللي فوقيها ده شعار فتره او شعار صلاح الدين الايوبي اللي انتم شايفينه ده شعار صلاح الدين الايوبي. طيب نيجي بقى نلاقي باب هنا برضو تحفه. الباب التحفه اللي انتم شايفينه ده معرفش ازاي كانوا بيعملوا البيبان بالحجم ده في العصر ده، ازاي يعني؟ الباب ده باب ضريح ومسجد عمك الصالح نجم الدين ايوب. يعني هو عمله؟ لا، ده بيقولوا شجرة الدر هي اللي امرت بعمل الباب ده. يعني شوف لما تقرب، على فكرة فرق كبير جدا لما تشوف الحاجة على طبيعتها ولما تبقى شايفها في التلفزيون. الباب فيه نمنمات وشغل حاجة يعني. ده عملته إكراما لزوجها الصالح نجم الدين أيوب. ولسه هنمشي في المعرض ونشوف حاجات كتير. يلا بينا. هنشوف هنا، اشاروا لي هنا الاساتذه في المتحف ان القطعه دي قطعه مهمه جدا. دي قطعه تظهر فيها السيده العذراء مريم عليها السلام وهي بتستلم جثمان السيد المسيح وهو نازل من على الصليب. الجزء الثاني بتاع الرسمه دي موجود في متحف في أثينا. دي موجوده من العصر الايوبي. بيقول لك القطعه دي كرسم، وبعدين الجزء الثاني بقى فيه كمان التلاميذ ومنهم يهوذا طبعا الخائن وبتاع. المجموعه الصوره دي بيقول لك انه فنيا يعني حاجه نادره من حيث الصناعه والرسم والمواد المستخدمه وزي ما انتم شايفين بقيه الحاجات الاشاره دي حاجات يعني مذهله بصراحه. يعني عشان احكي لكم بقى كانوا بيعملوها ازاي وبتاع، قصه طويله، بس شوفوا ده من ايام العصر الايوبي.
معانا بقى دلوقتي في جناح بيدي فكرة عن العصر المملوكي. أول حاجة السلطان الأشرف قايتباي، ده بقى إيه الختم بتاعه. أعتقد إن دوت يعني خشب يعني عز السلطان الأشرف مش عارف إيه، أبو مش عارف إيه قايتباي، عز نصره. يعني سيبوكم الكتابات والحاجات دي، بس حاجة مش معقولة. يعني تعالوا بقى اوريكم حاجة لطيفة قوي. العلبة اللي انتم شايفينها دي اللي فيها شغل مش معقول، زي ما انتم شايفين فيها 3 فتحات، كل فتحة فيها الخطوط ديت. الخطوط دي بتبقى عبارة عن 10 خطوط، يعني بتشيل 10 كتب اللي هم 10 أجزاء من المصحف. فلما يبقى دي فيها 10 ودي فيها 10 ودي فيها 10، تبقى دي علبة المصحف. شفت انتوا المصحف بقى قد ايه دلوقتي؟ بنقدر نشيله في حاجة قد كده. ده كان المصحف، علبة المصحف زمان. كل جزء من الشكل اللي هو السداسي ده ولا الثماني ده ولا مش عارف ايه، ده كل حتة فيها بتشيل 10 أجزاء. وده يروح قافله كده. ودي برضو علبة مصحف. ودي زي ما حضراتكم شايفين، شوفوا اللي بيعملوا شغل الحقيقة ده في أيام العصر المملوكي. شوفوا المشكوات بتاعتهم مميزة جدا. يعني ما أظنش إن حد بيعرف يعمل الشغل ده دلوقتي. يعني إزاي حافظوا على الحاجات ديت؟ يعني والله العظيم شيء رائع إن إحنا حافظنا على الحاجات دي. لو شفتوا الشغل الدقيق، أنا عايزكم تشوفوا المشكوات شوية كويس لأنها معمولة بطريقة بديعة. ده احنا في العصر المملوكي، المماليك. شوفوا الإشاني كانوا بيعملوه ازاي، أو السيراميك بقى. ما زلنا في العصر المملوكي وبقى شغل النحاس. أهم حاجة في المنطقة دي القطع النحاسية دي أمر يعني عملها السلطان قايتباي. دي عبارة عن إيه؟ ده بتاع تقعد على الأرض كده، العمود التخين ده حط فيه شمعة كبيرة، يوم يبقى زي عمود النور اللي في الشارع منور جامد. بس هو أمر بعمل دول عشان يتحطوا في المسجد النبوي الشريف. زي ما انتم شايفين القطعة دي مكتوب عليها الكلام ده، إنه أمر بصنع دول عشان يتحطوا كده ويتحط فيهم شمع كبير. تقوم الشمعة تقعد يوم بحاله وأكتر، ليل طويل يعني، عشان تضيء المسجد النبوي الشريف. احنا بنقول الحاجات دي وبنقول ديت يعني عشان ده شيء عظيم جدا انه عمل كده. بفرجكم بقى كمان حاجة لطيفة. بس مش عايزك تهرش في دماغك، أول ما تشوفها ما تهرش في دماغك، لأن هي دي العادة على طول. أول ما تشوف البتاعة دي تلاقي نفسك هرشت على طول. دي الفلاية بتاعت زمان. على فكرة لقيتها في حتة قريب واشتريتها هدية لبنتي كتذكار. يعني دي فلاية كنا نشد الشعر. بس بقى ايه، قالوا لي انا زي اخواننا الافاضل ان اللي فوق دي بتاعت الدق. شوفي يعني يحبوا النظافة، ينظفوا دقنهم. ودي فلايات للشعر. بس طبعا دي مش فلايات بقى، احنا بنعتبرها فلايات. انما دي المشاط بتاعت زمان، المشط بيسرحوا بيه شعره. انما احنا دلوقتي اعتبرناها فلايات. طبعا هرشت في شعرك. اوكي. اللي مدورين دول المرايه. يمسك المشط والمرايه، وادي يا سيدي المكحله، وادي يا سيدي العطر يا ولا. احط العطر منها. يعني عايز اقول لك انه الانسان طول عمره يحب الألاجة. زي ما انتم شايفين الحاجات الخزف ده كله، ده مصري على ايراني على والصناع كتبوا اساميهم بيمضي زي نابليون كده ما ساب الحرب كلها وقعد يمضي على الاطباق. هم هنا كانوا بيمضوا على الحاجات. ده احنا في العصر المملوكي. اعتقد ان احنا لسه في العصر المملوكي.
هنا في المماليك، وزي ما انتم شايفين كل حاجه فيها تفصيله وليها حكايه. يعني اللوحه دي مثلا تعالى راضي كده، اللوحه دي تشوفها كده تحس انها مكتوبه بكره، مش النهارده، مكتوبه بكره من كتر ما هي بتلمع. خش عليها راضي، من كتر ما بتلمع واتاري الراجل اللي عملها بالغرض ده. لا شرف اعلى من الاسلام، ده المكتوب، لكن عملها بغرض انه قال لك انا هعمل لوحه تفضل يعني مضيئه كده، وتبقى انها كانها معموله في نفس اللحظه، وفعلا معموله من سنين طويله جدا وفضلت بهذا الشكل. انا قدامي هنا شويه بقى مجاميع خشبيه رائعه، من ضمنها منبر. وزي ما انتم شايفين هسيب الكاميرا ولقيت دكه مش من الاثار، دكه عاديه هقعد عليها. ده بنتكلم من المماليك للعثمانيين. زي ما انتم شايفين دي ابواب، ودي في مشربيه. ده المنبر ده بقى عاملاه الاميره تتر او تتر بقى، يمكن ما اعرفش اسمها بالتشكيل ازاي، بنت الناصر محمد ابن قلاوون، وده محتفظين بيه. يعني انا محتاج انك انت تبص على المشربيه دي وتشوف يا ترى مين، كام واحده قعدت ورا المشربيه دي تحلم بحاجات كتير، وتشوف حاجات في الشارع، وتشوف ابو شريطه حمراء وابو شريطه خضراء اللي احنا شفنا عنهم حاجات في الافلام دي، حاجات حقيقيه. في ناس ورا المكان ده قعدوا وعاشوا حياتهم وماتوا، وجي ناس تانية وعاشوا حياتهم وماتوا، وجي ناس تانية وعاشوا حياتهم وماتوا، وبعدين في الاخر مشيت الدنيا. انا هتعلقها لنا على الحيطه كده، عشان لو اعتبرتها قطعه خشب معموله بشكل كويس يبقى انت ظلمتها، وظلمت كل ست قعدت وراها تفكر. ممكن تسأل نفسك يا ترى الست اللي كانت قاعدة ورا المشربية دي كانت أسعد من الست اللي خارجة في الشارع دلوقتي بتشتغل؟ مين فيهم أسعد؟ هل الست دي ولا الست اللي احنا موجودة في عصرنا؟ كام أحلام أجهضت ورا المشربية دي؟ عشان خاطر تبقى عارف إن احنا كمان كلنا في الحياة قاعدين ورا مشربية زي دي، قاعدين نبص على أحلامنا كده، اللي بيقدر يحقق، واللي بيسرق عشان يحقق، واللي بيعتدي على حد تاني عشان يحقق، واللي بيموت وما بيحققش أي حاجة. قاعة الشرف دي يمكن أهم قاعة من حيث العبق ومن حيث الروحانيات في هذا المتحف. أولا احنا بنبدأ بمصحف من العهد الأموي، هم كاتبين هنا القرن الثاني، بس أنا أظن إن هو القرن الأول، لأن القرن الثاني ده بالنسبة للأمويين كان ما فيهوش حاجة، كان فيه يعني خراب مستعجل. الدولة الأموية كانت تقولها وعظمتها في عظمتها الفتوحات والحاجات دي، مش بنتكلم على عظمة تانية يعني. كانت في القرن الأول. المصحف ده منقط في تنقيط. جنب المصحف في باب، ده باب مسجد السيدة زينب، ده عامله واحد صانع يهودي، وبيقول لك ان ده اكتر باب في العالم فيه شغل فضة. كمان في نفس القاعة، تعالى يا راضي، فيه ده مفتاح الكعبة المشرفة. أنا أول مرة أشوفه في حياتي، كنت بشوفه في الصور بس، أول مرة أشوفه. أنتوا عارفين طبعا سيدنا محمد يوم الفتح، فتح مكة، فراح أين بني شيبة، أو في اسم تاني ليهم بس هم بني شيبة. فجاله الكبير بتاعهم قال له خذ، لا يأخذه منكم إلا ظالم. الفتح ده حصل من سنة كام؟ سنة 8 هجري، يعني بقاله دلوقتي 1433 سنة.
والمفتاح مع بني شيبة لغاية اللحظة دي. محدش يقدر يخش الكعبة من جوه مهما كان، ولا أي حد، لا في المملكة ولا في غيرها، إلا بإذن من بني شيبة، لأن سيدنا محمد قال لهم لا يأخذه منكم إلا ظالم، فمحدش قرب ناحيته خالص. طبعا المفاتيح اتغيرت والبيبان اتغيرت، لكن ده نموذج لمفتاح الكعبة اللي موجود مع بني شيبة. نيجي نغسل الكعبة، يجي كبير بني شيبة بنفسه يحدى يعمل الغسل على نفقته مسؤوليته. نيجي نصلح أي حاجة من جوه في الكعبة، بني شيبة. الكعبة من جوه ومن بره تبع بني شيبة من 1433 سنة. تعالوا بقى نرجع للمصحف، وفرصة ان انا اقول لحضراتكم يعني المصحف ده هم بيقولوا ان هو منقط، بس انا شايف فيه نقط بسيطة قوي. للي ما عندوش فكرة عن حكاية المصحف الشريف والجمع بتاعه، هديك فكرة بسيطة. هو اللي حصل ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وضع المصحف على اشياء كثيرة جدا، على جذوع النخل وعلى الجلود وعلى العظام وعلى حاجات كتيرة جدا تتكتب الآيات. كان عليه الصلاة والسلام ينزل الوحي، عشان تعرفوا ازاي المصحف اتعمل. ينزل الوحي فيقول مثلا الوحي مثلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش. يوم يجي سيدنا الرسول ياخد الآية ويروح نازل يقول اكتبوها، دي أظن في سورة غافر، اكتبوها ما بين هذه وتلك، حطوها في كذا حطوها في كذا، الآية تتحط مطرحها. الآيات اللي محطوطة في القرآن ديت آيات محطوطة إلهية، مفيش حد يقدر يفتح بقه. السور كاملة من أولها لآخرها وضع إلهي. أما تسمية السور ففيها كلام، لأن بعض الناس قالوا إنه كان سيدنا النبي يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، تبقى سورة البقرة، أو كذا وهكذا وكذا. فالتسمية فيها آراء. الجمع سيدنا محمد جمعه وراجعه مع جبريل عليه السلام مرتين في رمضان الأخير اللي قبل أن ينتقل الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى. فضل كده متجمع كده خلاص. فعاد أبو بكر نجمع المصحف، خاف، لكن قالوا طب نراجعه ومش عارف ايه. وبعدين الفعل الدقيق اتعمل في عهد عثمان بن عفان، ان هم لقوا بقى في قراءات فيها خلاف، وفي كلام بيتنطق بطريقه وكلام بيتنطق بطريقه. فراحوا سيدنا عثمان فقال لا هاتوا بقى المصحف. فين هو؟ قالوا عند حفصه بنت عمر بن الخطاب وزوجة النبي ام المؤمنين. جابوا المصحف من عند حفصه وعملوه وظبطوا المصحف باللي احنا معانا دلوقتي، سمي مصحف عثمان. قال بقى كل واحد عنده اي حاجه جلده او عظمه مكتوب عليها قران يحرقها، خلاص هو ده المصحف. بس عمل منه 4 أو 5 نسخ، حط نسخه عنده في المدينه ونسخه وداها اظن مكه، وبعدين نسخه الشام، وبعدين نسخه في مصر. يعني وزع نسخ في الاماكن الرئيسيه. بقى هو ده المصحف اللي ممكن يستنسخ، يعني ناس تقعد تكتبه ويبقى ده المصحف. ظل هكذا الى فتره تانية بقى، لما دخل ناس مش عرب في الدين الاسلامي مش عارفين يقروا، لان هم المصحف مش متنقط، العربي بيقرا بالفطنه. يعني بص الكلمه كده، كلمه مثلا يعني مثلا يعد، انت تقراها يعد، هي ممكن تبقى تعد، حط نقطتين فوق مش تحت، او اي حاجه في الحروف ما فيش نقط. فهنا ظهر ابو الاسود الدؤلي ومعاه ناس تانيين في عهد عبد الملك المروان ونقطوا المصحف اللي هو في ايدينا دلوقتي. ده باختصار، ما حدش بقى لمس المصحف بعد كده. في بقى حكايات كتيره جدا جدا في جمع المصحف احنا ملناش علاقه بيها، يمكن في يوم من الايام في مكان اخر نقدر نقول الكلام ده، لكن هو ده المصحف اللي في ايدينا حاليا، اللي هو بنسميه مصحف عثمان. ليه؟ لأن عثمان أول من جمعوا بين دفتين وقال هو ده بس ما فيش غيره. أي حد بيقول حاجة تانية حتى لو كانوا يختلفوا في كلمة يوم يقول اكتبوها بلغة قريش لأنها هكذا نزلت، وعملوه بدقة متناهية. فده بس تجميع المصحف. تعالوا بقى نشوف مفتاح الكعبة، أنا حكيت لكم عنه، وده
الباب اللي هو يعني هو يتحدث عن نفسه. زي ما قلت لكم قبل كده انها الورده. فده باب مسجد السيده زينب. يا سلام. السيده زينب بنت علي بن ابي طالب. يعني تبقى بنت مين؟ قول معايا. تبقى فاطمه الزهراء. مظبوط. تعمل لها الباب العظيم دوت، وصنعه صانع يهودي. هنخش بقى في الايه؟ في الذهب والالماظ واللازم منه. شوف يا سيدي، دي قارورتي عطر محطوطين على تسريحه لخالتك الامبراطوره اوجونين لما جت هنا عشان قناه السويس. ف جوز خالتك الخديوي اسماعيل عملهم لها، حطهم لها على تسريحه. يعني دول مش هديه، ما خدتهمش وهي ماشيه، ان دي حاجه بالنسبه لها تافهه. انما حطهم لها على تسريحه ويمكن يكون حط لهم فيها كولونيا شبراويش ولا حاجه، الله اعلم. اما ده فده بس عشان اقراه لازم اروح الناحيه دي. ده مصحف كله بالذهب. الغلاف زي ما انتم شايفين ذهب، والورق اللي جوه كله معمول بالذهب. ويقول لك حكايه المصحف ده يا سيدي: كتب هذا المصحف الكريم بخط السيد محمد نور الدين، وهو يعني اذا المصحف ده مكتوب بخط ايدي، وهو من تلاميذ حسين الوهبي احد اشهر الخطاطين بمصر في منتصف القرن ال13 هجري. ويرجع تاريخ المصحف لسنه 1241 هجري، وتتضمن، خلي بالك بقى، أول صفحتين زخارف نباتية ملونة، بالأولى سورة الفاتحة، وبالثانية أول سورة البقرة. والمصحف غلاف من الذهب الخالص. وقد نقل هذا المصحف إلى متحف الفن الإسلامي من قصر القبة. بيقول لك المصحف ده اتعمل بمناسبة جواز الملك فاروق من الست نريمان، الملكة نريمان، عشان ما حدش يزعل مننا. اما يا سيدي ده بقى النشان ده بالذهب الخالص، اسمه نوط الرضا الذهبي للملك فؤاد الاول والملك فاروق. الرضا الذهبي لما يرضى عنك جلالته يروح لطخ لك واحد زي كده على كده. ادي يا سيدي، دي بقى قلاده، دي بقى قلاده من الذهب للملك فؤاد الاول. دي يا سيدي ميداليات بقى، دي بقى تحفة الحقيقة. دي تحفة زجاجية معمولة وكلها بالمية الذهب والذهب، حاجة يعني. بس أنا مش عارف هي بيعملوا بيها إيه. بيمبونيرا، دي بيحطوا فيها الملبس دي للشوكولاتة واللازم منه في عصر أسرة محمد علي. قاعة مسماة بقاعة الطب. واضح ان دي اواني يعني كانوا بيستخدموها الاطباء وحاجات زي كده. لكن بقى عندك القميص ده بقى، ده بقى ليه قصة في التاريخ بقى جبارة.
لو قربنا عليه هنلاقي عليه دم بالفعل. القميص ده بقاله يعني 200 وشويه سنه. القميص ده في عهد الدوله الصفويه اللي في ايران كان دم موجود اهو. ايه بقى القميص ده يا سيدي؟ موجود منه كتير، موجود منه حاجه و40 48 قميص. احنا عندنا منه هنا 5، في 4 تحت بيترمموا في المخزن وبيتظبطوا، وده الخامس. وفي تركيا وفي امريكا 3 قمصان اظن او حاجه زي كده متوزعين على ايه اللي بقى ايه ده؟ ده القميص اللي بعضكم طبعا كلكم شفتوا فيلم الفيل الازرق. فهو ده القميص اللي لبسه كريم عبد العزيز. فايه القميص ده؟ يقول لك ده بيعمل المعجزات. وده يلبسه، كانوا يلبسوه بقى ايه؟ تحت لبسهم، يعني مش يلبسوه فوق اللبس، يعني يلبسوا كده وبعدين يلبس عليه الدروع والبتاع وحاجات زي كده. وسحر بقى وحاجات، تلاقي فيه ايات قرانيه مكتوبه فيه، وفي تفاصيل حاجات اللي هي بتاعت الشعوذه دي وبتاع. لكن قميص لدرجه ان في بعض الناس عملوا دراسات عن الحكايه ديت، لان كانت في ناس مصدقه فيه جدا. وانت لما تيجي تبص لغايه النهارده ولغايه ألف سنه جايه، هتلاقي ناس مفيش فايده، تروح شمال تروح يمين بتؤمن بالحاجات دي. يعني ما زلنا لغايه هذا العصر ده اللي احنا فيه في ناس برضو بتؤمن بالحاجات دي، وتشوف الحاجات وتطالع والحاجات، يقول لك لا هروح مش هروح، هعمل مش هعمل. ده حكايه القميص. بس بقى اخر واحد لبسه اتقتل فيه، يبقى امال ازاي بيحمي؟ ازاي كانوا يلبسوه الحاكم طالع يحارب يروح لابس القميص. ملوك بقى كتير واسماء كتير مش هشغلكم بيها، بس ده كان حقيقي، يعني دوت مش اسطوره. وان كان الاساطير بيبقى فيها جزء من الحقيقه، انما قصه القميص السحري اللي يلبسه الانسان فلا يصاب بشيء ولا بمرض ولا حد يعرف يقتله ولا حد، ولازم جيشه ينتصر وحاجات زي كده. رغم ان ده ما حصلش في بعض المواقع، لكن حصل في بعض المواقع، فقالوا ان القميص هو السبب. حكام كتير كانوا، ولذلك كانوا القميص ده يعني حاجه مهمه جدا ويتوارثوه. شوف بكلمك على قميص معمول من الكتان، هو يتوارثوه الاجيال، يعني ده يديل ده يديل ده يديل ده، لغايه ما واحد خواجه انجليزي راجل متشائم بالقميص عايز يخلص منه، فاشترى منه ب5 جنيه بس كده، 5 جنيه. والراجل مشكورا جاب القميص ده المتحف، اداه المتحف اهداء. فدي قصه تقول لك ان الخرافات جزء من تكوين الانسان، يعني جزء من تكوين الانسان، لانه دوت مش بنتكلم على مثلا ناس مش متعلمه، ناس ده بتكلم على ملوك وحكام كبار، يعني متعلمين كويس، تعليم كويس جدا على اعلى مستوى، ومع ذلك ومؤمنين، يعني عندهم ايمان كبير بالسماء وبالله وكل حاجه، لكن القميص ده كالمخه. فبقول لك ان وصل الامر ان في دراسات معموله عن قصه هذا القميص وعلاقته بالانسان، انك تشوف لما تيجي تلاقي ناس لغايه دلوقتي تعمل كده، تقول ده هي التركيبه الانسانيه فيها حته تحب تروح كده لحاجه مش مفهومه وتتعلق بيها. فهذه هي قصه القميص باختصار. واللي عايز طبعا هيقرا هيلاقي بقى اسماء ملوك وناس وكتير وزحمه كبيره جدا جدا ليه علاقه بهذا القميص، اللي هو ده بقى من الدوله الصفويه اللي هي كانت في ايران في القرن ال12 هجري 18 ميلادي. شوف مكتوب عليه زخرف القميص بتقاسيم بالمداد الاسود الحبر يعني والاحمر، مملوء بكتابات ايات قرانيه واسماء الله الحسنى وارقام للتبرك بها ودفع الاذى عن من يرتديه، على الرغم من ذلك الاعتقاد بخلاف ما اتفق عليه من نصوص الشرع الحنيف. بس يا سيدي لك ان تتامل بقى حاكم كده مالي طوله وعرضه وحاطط القميص ده من جوه عشان يحمي نفسه.
بقى يا سيدي قاعة الفلك، في استرلابات كتير هنا اهي، وفي حاجات ودي ساعة ودي ساعة اسمها ساعة الفيل، عشان بس تعرف ان الحاجات ان احنا لينا علاقة بالدنيا كانت قوية جدا. ما اعرفش ايه اللي عمل فينا كده. انت عارف يا راضي ايه اللي عمل فينا كده؟ ده احنا كنا بنعمل حاجات حلوة قوي. راضي كمان مش عارف بصراحة، شغل في معمار وشغل في الهندسة وشغل في الفلك وشغل في الكولونيات وفي علب البونبونيرة. بونبونيرة عاملينها بالألماظ والذهب. صحيح هي بتاعت الملوك، بس ده الشعب اللي عملها. الصناعية هم احنا. هي دي الفكرة، ان الحاجات دي بيعملها الملك والأسرة والناس الأغنياء، لكن الصنايعي الحرفي الشعب مننا احنا، الحرفيين احنا. فده اللي احنا كنا فيه. عندك حرفي يقدر يعمل ده، يقدر يسهر الحاجة ويعملها ويشكلها. شوف المتاع المعمول قدامي ده، الإشاني ده. احنا فيه غرفة أو مكان الحياة اليومية. بيبدأوها بقى بإيه؟ من هناك كده، نروح من هناك نبدأ معاهم زي ما هم بدأوا. أولا اللي انتوا شايفينه فوق البني ده أول عقد إيجار لبيت مكتوب. كان زمان ما بيكتبوش ولا حاجة. ده أول عقد إيجار مكتوب. أنا مش عارف طبعا، مش هشوف، بس ممكن راضي يصور وتقروا حضراتكم مكتوب فيه إيه. هنا بتبدأ بالعروسة المساغ بتاعها، تلبس توضب زي ما انتم شايفين، الكردانات والحلقان، المراحل. وبعدين العريس بيجيب العقد. الأساور بتاعت زمان هي الله، الأساور القديمة دي حلوة جدا طبعا. كويس، حاجات متقلبة من زمان يعني. وبعدين ده الدفاية والحاجات اللي زي كده. وبعدين العروسة تبتدي بقى تتكحل وبتلبس قبقاب عجيب قوي، أول مرة أشوفه. الزار ده بتتزين بيه يعني، ما بتمشيش بيه. وبعدين أنا أمامي دلوقتي دعوة جواز جلالة الملك فاروق من الملكة نريمان. قرب بقى عشان ده شغلك تقيل، تعالى لي بقى شوف الحلاوة. دي دعوة الجواز، شوف معمولة ازاي ومكتوب فيها الملك فاروق والملكة نريمان لحضرتي صاحبي الجلالة مليكي وادي النيل، تذكار القران الملكي السعيد. دي دعوة الفرح. وبعدين بقى قدموا دعوة الفرح، والعروسة لبست القباب وكله تمام. يلا بقى الطمر والزمر والغنى بقى زي ما انتم شايفين، والشيشة بقى حتة شيشة، يا خبر أبيض. خش يا راضي خش، يا حلاوتك. شيشة مش معقولة، تحفة فعلا تحفة. والطبل والزمر واللازم منه. تعالوا بقى نشوف حاجة جميلة جدا 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 جدا. هذه قطعة من الكسوة التي توضع على قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. تعرفين الحجرة الشريفة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبض في حجرة السيدة عائشة وهو مرض، واستأذن زوجاته، قال لهم إذنوا لي أن أمرض عند عائشة، عشان انتوا عارفين هو كان كل يوم بيبقى عند زوجة عشان العدل. فقال لهم أنا عيان فسيبوني أمرض عند عائشة، اسمحوا لي يعني. فسمحوا له وقبض في حجرة السيدة عائشة. فقالوا النبي يدفن مكان ما قبض، ما خرجش من الأوضة. وقلت لكم أنا الكلام ده قبل كده، يعني قبض وفضل مكانه. وجه سيدنا علي والعباس وبدأوا يعملوا عملية الغسل والحاجات دي كلها، وتمت الصلاة عليه وهو نايم زي ما هو. طب ازاي المسلمين دول كلهم دخلوا الأوضة؟ كانوا بيخشوا 7 8 10 حسب ما تساع الأوضة يصلوا،
ويمشوا. ولذلك قلت لكم هي الصلاه اللي كانت من غير امام، صلاه الجنازه ما كانش ليها امام، وكأن الامام كان الرسول صلى الله عليه وسلم. دخلوا 10 يصلوا ويمشوا، وانتوا عارفين طبعا صلاه الجنازه لا فيها سجود ولا فيها ركوع. 10 يصلوا ويمشوا 10 سنة. ثم ظل الرسول وحفر سيدنا علي اللحد ووضع فيه الرسول. بعدين قبض ابو بكر فنام جنب الرسول، ثم عمر بن الخطاب فنام جنب الرسول، والاوضه متى لم تسع اكثر من هذا واتقفلت. فكان زمان، واظن لغايه دلوقتي بس احنا ما نعرفش التفاصيل، بالمكان بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام كان عاملين حاجه مقام صغير كده، وكان بيتغطى بالقماش زي الكعبه. فدي قطعه من الكسوه اللي كانت بتتحط على قبر الرسول. دلوقتي هم عملوا رخام وحاجات زي كده، بس اعتقد برضو ما زال على مقام الرسول فيه قماش. لكن السعوديه بتقوم دلوقتي عامله مكان مخصوص، مكان شغلته بس يعمل كسوه الكعبه طول السنه. ف دي حاجه حلوه جدا تعمل كده، تغسل لك نفسيتك وانت بتتفرج عليها. تعالوا افرجكم على حاجه منطقيه جدا بقى. بقول لك ايه يا سيدي، دي التركيبه او اللي احنا بنقول عليها المقام اللي كان عند سيدنا وسيدك الحسين، يعني سيد الشهداء وصبت رسول الله. ده اللي كان موجود في مقام سيدنا الحسين لما اتعمل. ده بقى ليه منطقي؟ اقول لك بقى ليه بقى، لانه هو صغير. فحتى لما تروح دمشق، ربنا يوعدك بزياره سوريا العزيزه وتروح دمشق وتروح المسجد الاموي، هتلاقي برضو ايه، مكان صغير كده يقول لك هنا راس سيدنا الحسين. لان انتوا عارفين ان الجسد الشريف موجود في الكوفه، عند نواحي جنب كربلاء. يعني في الكوفه مدفن كبير جدا، جامع كبير فيه جسد سيدنا الحسين. الراس بقى هي اللي فيها كلام، الراس الشريفه هي اللي فيها كلام. فده يبقى يلايق على فكره انها بس فقط راس سيدنا الحسين. تعالوا بقى هوريكم حاجات كمان لطيفه جدا في مصحف عجيب مدهش، اكتر من مصحف مدهش. يعني مثلا ده يا سيدي، معرفش ده هنجيبه ازاي. ده اصغر مصحف اهو، بص اللي جوه ده اصغر مصحف، ما شفتش بالحجم ده خالص. وبعدين في مصحف اسمه مصحف الرول، يعني مصحف عامل زي الرول كده، هو موجود هنا اهو، عباره عن رول ورق كده، يعني تلفه كده زي بتبقى دايره كده اهو. اما هذه فهي صوره النبي. مره الاستاذ ليس جريس كنا في صباح الخير، فالاستاذ احمد هاشم الشريف الله يرحمهم بقى جميعا قال له انا عايز اكتب حاجه بمناسبه مولد النبي اسمها صوره النبي. خد ده الكلام اللي قاله سيدنا علي، وفي كتب كبيره فيها وصف تفصيلي لسيدنا محمد. فنزل الاستاذ لويس اعلان في صباح الخير، الاسبوع القادم تنفرد صباح الخير بنشر صوره النبي. راحت المطبعه واقفه قالوا ايه ده هينشر صوره النبي. طبعا هو كان هينشر هذا الكلام، محدش يجرؤ ان هو يعمل صوره، لانك انت تقدر بالكمبيوتر تقدر تاخد الكلام ده وعايز اشوف علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان اذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغض ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم. وهكذا بقى تقرا التفصيل، هنحطه لكم على الشاشه. حاجه ممكن وانت بتقرا ما تعرفش معنى الكلمه، لكن تلاقي نفسك غصب عنك جسمك اشعر. تقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش. اقرا كده الكلام وانت مش عارف، لكن هتلاقي نفسك حاسس باحساس جميل جدا.
قاعة النقود والسلاح. الفكرة هنا في المعرض فكرة جميلة يعني اللي عملوها في المعرض، عشان يقول لك ان النقود هي اساس الدولة، قيمة عملتها العملة، والسلاح هو القوة. الاثنين دول اهم سلاحين لكل دولة. والزلعة دي حاططها برضه عشان الناس زمان كانت تحط الفلوس في الزلعة كده وتخبيها تدفنها في الارض. هنيجي بقى ايه، دي النقود من قبل الاسلام اللي اول صف ده، ثم تبدا من هنا بقى مراحل الاسلام الاول، ثم في عهد الدوله الامويه هنلاقي بقى هنا الخليفه عبد الملك بن مروان هو اول واحد سق الدينار العربي. قبل كده كانوا بيتعاملوا بالفلوس بتاعت الفرس وبتاعت الرومان وكده، انما اول واحد سق عمله تك كتب عليها لا اله الا الله كان عبد الملك بن مروان. وتتوالى بقى العمله في زي ما انتم شايفين في التطوير، بتكبر بتبقى احسن، بتبقى اسمك لان قيمتها بتبقى احسن. زي ما انتم شايفين بنلف اهو. ودي بقى العمله بالتفصيل لغايه ما بنوصل لعمله الملك فاروق. شوف بقى الجنيهات الذهب هنا في عهد الملك فاروق، دي النقود العثمانيه، دي نقود عصرة محمد علي. نشوف بقى الجنيه عامل ازاي والفلوس عامله ازاي. دي عملات ذهبيه فئه 1 جنيه و5 جنيهات ذهبيه عصر الملك فؤاد. ثم نذهب الى السلاح. ايه بقى يا سيدي، عندنا سيوف طبعا بكل الانواع وخناجر وحاجات، لكن يهمنا هنا 3 سيوف. السيفين اللي مكتوب عليهم دول ايات قرانيه دول، الاولاني بتاع قنصور غوري والتاني بتاع تومان باي. بتاع تومان باي مش بتاع خالد نبوي، بتاع تومان باي، هو عمل الشخصيه رائع الحقيقه. ثم السيف ده بقى، ده اللي اتكلم عنه سيدنا محمد، مش على السيف، عن صاحب السيف. ده سيف محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينيه، اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال يفتحها اعظم امير واعظم جيش. ففضلوا المسلمين كل واحد يجي يقول عايز افتح القسطنطينيه، عايز افتح القسطنطينيه، لغايه ما فتحها واحد عنده 25 سنه. لكن في الاخر للاسف يعني سموه، لكنه بطل كبير جدا جدا وعظيم، كان مغوار. اشهر السيوف طبعا انتوا عارفين السيف اللي هو ذو الفقار، اللي هو شبه السيف ده بس مفتوح شويه واسع شويه، وهو سيف علي بن ابي طالب. السيف اللي محدش قدر يعمل له حاجه ابدا، طالما هو في المعركه يبقى فيه انتصار وخصمه مقتول. سيفه تلاقيه مفتوح كده شبه السيف ده، كان سيف سيدنا علي بن ابي طالب. نحن أمام تحفة تعتبر من أهم التحف الإسلامية في العالم كله. هو عبارة عن إبريق، لكن البوز بتاعه اللي بينزل مية هو ديك، فهو يرمز إلى إشراق الفجر عندنا إحنا كمسلمين، إنما عند الديانة الزرادشتية ممكن يرمز إلى النور. لكن الإبريق ده لقوه في المكان اللي اتقتل فيه مروان بن محمد آخر خليفة أموي، فهو ينسب إلى مروان بن محمد. الإبريق فيه حاجات تفاصيل يعني وكلام كتير جدا عن هذا الإبريق ويعني قيمة الإبريق نفسه. وهو زي مكتوب هنا إبريق ينسب إلى الخليفة الأموي مروان بن محمد الثاني، صنع من البرونز المصبوب، ويعتبر من أهم التحف. مروان بن محمد ده خليفة تقريبا كان بيعمل حرب كل 3 ساعات،
يعني كل 3 ساعات بتقوم عليه طائفه. هو ده اخر خليفه اموي. وده هرب وجه مصر في ابو سير واتقتل هنا، جم قتلوه هنا، قتلوه بطريقه بشعه جدا. طبعا اللي قتلوه جزوا دماغه، بيقول لك ان اللي معاه اتلفتوا كده يعملوا حاجه، لقوا القطه بتاكل لسانه، كانوا مبسوطين يعني بالقصه دي. كان في قسوه فظيعه، مش كان هي بس شكلها اتغير يعني شكل القسوه اتغير. فمروان بن محمد حاكم انا احب جدا احكي عنه، لانه تعرض لمحاولات اغتيال ومحاولات احتلال ومثورات، والدولة الأموية اتفككت في عهد مروان بن محمد 900,000 حتة، ولذلك هو كان يعتبر خليفة آخر واحد. بعدين جه مين بقى؟ الدولة العباسية. أنت لما تيجي تشوف إنه الدولة العباسية أول واحد فيها كان اسمه السفاح، أول خليفة، وبعدين جه بعديه أخوه أبو جعفر المنصور، ده حكم حوالي 25 سنة، وده اللي أسس مدينة بغداد. وده كان راجل له ما له وعليه ما عليه، لأنه عمل دولة قوية وعمل حضارة في هذه الدولة وعمل ترجمات كبيرة جدا جدا، لكنه كان قاسي، كان قلبه. ولكن يبدو ان دي صفة الكرسي، يعني يبدو ان القسوة دي صفة الكرسي وصفة الحكم. بس يا سيدي، فانت لما تبص للإبريق ده تبص له كده وتشوف فيه جماليات وتشوف فيه قسوة برضو. يعني ازاي الراجل اللي كان يملك الإبريق ده معمول له عشان يتوضى منه، يشرب منه، يعني اي حاجة. قتلوه هذه القتلة الشنيعة مروان ابن محمد. فاضل لنا هنا في المعرض عمك غبن الطبق. صدق ان هم قطعوا الراجل، قطعوا ايده وبعدين قطعوا لسانه وبعدين حطوهم في الطبق، وطبق طبقنا طبق طبقكم. يا سيدي الطبق اهو، طبق طبقنا طبق طبقكم. اللي الطبق لسه ما جاش، لا دي اطباق كويسه دي. اسمع يا سيدي، هنقول كلام عن هذا الطبق عشان يكون مسك الختام. كان يا مكان في سالف العصر والأوان حاكم اسمه الحاكم بأمر الله، كلكم عارفينه، وانتوا عارفين ان هو كان بيمنع الملوخية والحاجات دي كلها. وعلى فكرة الحاجات دي عايزة إعادة نظر من حضراتكم، لأن احنا لما قرينا أكتر وفهمنا أكتر لما كبرنا شوية كنا سامعين عن الحاكم اللي منع الملوخيه واللي الناس ما تخرجش وبطل يعمل الابايب بتاع الستات والشباشب والحاجات دي كلها. افتضح ان في وجهه نظر كانت كبيره في الحكايه، ان السمك اللي هو منعه دوت كان سمك ملوش قشر مش كويس، وانه الاكل دوت كان فيه حاجات فيه مضره، فده كان بيعمل حاجه صحيه، وانه الستات ما كانش عايز يخرجهم في الجنازات اللي احنا دلوقتي بنحاول نقول لهم ما تحضروش الجنازات، نفس الفكره، كانوا بيلطموا وبيعملوا حاجات مش كويسه، يعني فيها اعاده نظر. لكن في سالف العصر والأوان كان عند الحاكم ده ولد صغير اسمه غبن. حبوا الملك خالص، الحاكم بأمر الله. عارفين الحاكم بأمر الله حكم أكتر من 20 سنة، وبعدين رقاه بقى هو أهم واحد في المملكة بتاعته كلها، مصر. أهم واحد اللي هو قائد القوات، اللي هو عمك غبن ده، وهو اللي بينفذ كل تعليمات الحاكم بأمر الله. اعمل كذا يا غبن، اعمل كذا يا غبن، اعمل كذا يا غبن، اعمل كذا. وبعدين يا سيدي فجأة ما نعرفش ليه، وانا هحاول اعرف، اوعدكم ان هحاول اعرف، ان الحاكم بأمر الله، خلي بالك الحاكم بأمر الله ده ناس تقول لك انه كان مجنون وكده، لا ده كان على فكرة في حاجات كويسة. كان الحاكم بأمر الله يمشي بالليل، يركب الحمار بتاعه
مش الفرس، ويمشي يعسعس بالليل في المدينة يشوف أحوال الناس منفردا، يعني مطمئن مليون في المية إن ما حدش زعلان منه ولا حد هيأذيه. يركب حماره منفردا هو والحمار بس، إذا اعتبرت الحمار كائن معاه طبعا فيبقى هما اتنين هو والحمار، يلفوا في المدينة كلها يعسعس على أحوال الناس. فجأة الحاكم بأمر الله قلب على غبن ده فقطع له إيده، وبعد شوية راح قاطع إيده التانية حطها في الطبق ده، وبعد شوية راح قاطع لسانه وحطه في الطبق ده. طبعا قبل ما يقطع دماغه كان غبن توكل وراح برضه قاطع دماغه وحاططها في الطبق ده. يا ترى ليه الحاكم بأمر الله عمل كده؟ ايه اللي هيجاوب؟ ليه عندنا جايزه برنامج باب الخلق، هنديله الطبق، هنديله الطبق يحط عنده تذكار، بس يقول لي ليه يقطع ايده الشمال الاول او ايده اليمين، وبعدين يقطع ايده الثانيه، وبعدين يقطع لسانه، ولولا ان الراجل ربنا انقذه بانه مات كان قطع دماغه، وان كان قطعها بعد ما مات. ليه عمل كده؟ انا بقى ايه بصراحه ما عنديش اجابه لكن احنا عملنا لكم جوله جامده النهارده في متحف الفن الاسلامي، واللي هيقول لي جواب على حكايه الطبق ديت انا هستأذن مدير المتحف واني اجيب له طبق زيه.